مداهم تحس ان هو قلب على علي بابا فجأة. بعد القبض عليه وجدوا مع مداهم حاجات كتير جدا، وكأنك فتحت مغارة علي بابا: مشغولات ذهبية، افيون، حشيش، دولارات، فلوس مصرية، اكتر من تليفون ايفون يعني عدد كبير جدا بمختلف المسميات من التليفونات. وطبعا ما ننساش نشكر وزارة الداخلية على المجهود الكبير اللي هي بتعمله الفترة دي. تعالوا بقى نتكلم على مداهم اللي فجأة كان ولا حاجة وبدأ من الصفر وبقى اسمه يتردد، وللأسف الشديد كان حلم من أحلام الشباب اللي هم كانوا بيدخلوا في حالة نفسية صعبة من ضغوط الحياة. ازاي واحد مش متعلم بدأ يعمل الفلوس دي كلها ويظهر على التيك توك ويركب أحدث عربيات، وكان عامل مطعم واتقفل ورجع عمل مطعم تاني ويظهر بثروة كبيرة جدا. وطبعا كل ده عرفنا منين؟ ونقول لكم مش أي حاجة تشوفوها تصدقوها، والمشي السليم مفيش افضل منه. مهما الانسان يعمل حاجه غلط او يمشي في طريق غلط مصيره بيتكشف، واحنا في دولة قانون، ووزارة الداخلية ما بتهزرش، مفيش حد فوق القانون.